الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين المتقين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد أيها المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي أيها المؤمنون في رحاب موسم الحج، موسم السفر إلى رب العالمين لأداء فريضة الحج التي هي ركن خامس من أركان الإسلام. أن يجاء أيها المؤمنون السيد الجمعة يوم الموسم من مواسم الطاعات. الموسم اليوم الموسم يتسافر إيجاد في تفتح رب العالمين عز وجل الدين الفريضة الخمسة من أركان الإسلام ألا وهو الحج إلى بيت الله الحرام. نزار أولى رحلات الحج التي الأسبوعية البيت الله الحرام. الحج ثلاث ونص الذي بدرا فالإنسان إن استسلم وانت غادي تعيش في هذه اللحظات سفر الحجاج الميامين إلى بيت الله الحرام قد يستشعر الإنسان النية، استحضار النية، نية الحج، الدعاء، التضرع إلى الله تبارك وتعالى بأن يرزقه مالا حلالا طيبا مباركا صحة عافية هناء كي يؤدي هذه الفريضة التي هي فريضة العمر. لعل في الإسلام بل يراك موسم الحج أيها العباد في افتتاح رب العالمين عز وجل سفرا يوفد الحجاج أدخل مادة الدين ركن خمسة من أركان الدين من أركان الإسلام. الحج فتبرث إذا قال أتي باستحضار أتي باستشعار العبد الإسلام ذي النية أن يدعو لعبد رب العالمين سيدي يا رب العالمين أما كتفتح فلان في الحجاج هذا يروح الدين الفريضة الخمسة يا رب العالمين اجعل لي النصيب قبل الممات، اجعل لي النصيب وخلت فريضة المثالية يوخلت حجة بيت الله الحرام. الأمر بالسين أدعو الإنسان أسباب الحج ذا شتت أن يجمع الإنسان وإليه يرزق رب العالمين عز وجل أي معقولا بلا ما يتجار أن يفرط هي المسؤولية والشوفيس أن يجمع الإنسان شوية يوكل السيرة ديال النية أن يحج بيت الله الحرام. الأمر الثالث أن يدعو الإنسان رب العالمين التوفيق في الوفاق، سيدي في الصحة، سيدي في موفور المال، سيدي في سيدي في الوسيلة سرد الإنسان سرد الإنسان هذه الفريضة ليكون دين رب العالمين ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فلقد الاستطاعة تسمث
الصحة، تسمى في السلمان، تسمى في التوفيق، يديك ربنا مكوال، ما يسأل ربنا تفضل القرعة إلى غير ذلك من الأمور. بلغ الإنسان هذه النية. كبار جل العلماء قال خص انفراد الإنسان بالقرعة، خص الإنسان في الصلاة رب العالمين أن يحج، ولكن رب العالمين أسيكتب الحجة، أسيكتب بس يحج على الشرط كل وسادي جديد النية راجع يعرف النية أدي السجل وأدي الزل وكذا يحج. إذن وللقراص الاستعداد لحج بيت الله الحرام. رب العالمين قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الاستعداد للحج نفسيا صحيا بدنيا ماليا. بعد ذلك الإنسان استطاع ما يوفق رب العالمين عز وجل أن يحج، لابد أن يعلم الإنسان بأن الحج رحلة العمر، رحلة تشبه بالسفر إلى الدار الآخرة. بعد ما يكون الإنسان فلاس رب العالمين أن يحج بيت الله الحرام، إلى أن يعلم الإنسان المؤمن باللي السفر إلى الحج للفرصة يفكر رب العالمين وتفكر يخلق العباد فيو في الفرصة بنتو غلالا فيو في الفرصة إكلا قد سفرصل قرناس رحلة العمر. الفرصة إلى الحج إلى غني يعلم العبد الإسلام فيو السفر يتمشى به السفر إلى الدار الآخرة. أتكلم عن الحجة يسمى الولد يسمى الصغيرة إلى السفر أكيد يسمى كثير ذا شو أكيد يسمى كثير بديك مازال يوم السفر الدار الآخرة. يوم السفر قال الفاغي يونيث أنا رسول أن نروح رب العالمين عز وجل يغيب خلقان ذلك استقامة الصالحين. القراص المؤمنين خدمة ربنا صار واحد في تراجل الصفار. المؤمنين خدمة ربنا صار واحد في تراجل الصفار. السفر إلى الدار الآخرة الحجاجية أكيد اسم في الصفار الدار الآخرة الدار الآخرة. المؤمنين خدمة ربنا صار واحد في تراجل الصفار. الدنيا غير كل أنا روحكم الزيقاء المستبرد والنخير كل يوم يحب استعمار المثمرة الصقصير والتسعون الأخبار فبسمة السمير ونسمير الأسم مخار الروح ما يحب ثياوير صار يحسب الصغار إلى غير ذلك. إذا هذا السفر أيها الإخوة الكرام إلى أن يعتبر الإنسان المسلم ما يسوى للعباد السفران ما يسوى للعباد تاع الديان إلى أن يحصوا أما في الاستقامة ميوالا في سيار فروع ذنوفا ولا البنكينية ما يولي الإنسان في زيادة تصغير ديالو في السفر سهلك إذا قال أن يقيس ماليس أن يحصلوا ولا بنساء أسئلة في النوبة. إذا الرحلة إلى الحج زيون السفر ألا قسم في الدار الآخرة. الرحلة إلى الحج يعظم رب العالمين عز وجل تمسوانوس اسم ياس يوم لا يروح لك يحج الوفود ربي سبحانه عز وجل إن جاول ربي سبحانه عز وجل. الحجاج والعمار وفد الله تبارك وتعالى إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا يروح لك يحج وينادي الوفد ربي سبحانه عز وجل
وين الرفق يا ربي سبحانه، وين المسافر المهاجر المرابطة إلا الذي جمالي سالي جدريا سالي جدامورثيس أدي روحانيا من المشقة أدي الفريضة في سخمسة ذلك ربي سبحانه عز وجل يفتايا السلم المزايا في اسم رب العالمين عز وجل الخير ذا القرآن ما تدعون رب العالمين الذي يقبل ما استغفر رب العالمين جل وعلا اسم يغفر ذي حجاج بيت الله الحرام إن النبي صلى الله عليه وسلم من بين العباد إذ هما رب العالمين عز وجل عليه تحت ضمان الله تحت العناية ربهم العبد يصلي صلاة الصبح في الوقت في الجماعة العبد كذلك يفعل المجاهد غازي في سبيل الله العبد ألا يروح نادي حج بيت الله الحرام وقال لي تحت ضمان المولى تبارك وتعالى. الأمر والسين أيها الإخوة الكرام الإنسان لا يروح نادي حج إلى قد يعلم الحج ذو العبادة يسعى للمشقة ذو العبادة يا يصرف الإنسان المال ذو العبادة يا يجري الإنسان المال ينس دريا ينس بمعنى أن يروح الإنسان أن يتغرب الإنسان ما لا يتغرب إلى قد يوم أعوي بس أعوي نبيث ما لا تواب إلى قد تسير دينك أكثر الحجة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول خذوا عني مناسككم هذه حج الإنسان أما في حج النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يروح نذر أن يتقدم الإمام أو السنان أو يحج سيدي السفهاء أن يولي الإنسان الشريط في البخار أن يولي الإنسان عن طريق الفضائيات أن تطوف البنادم العباد إلى غير ذلك أن يكون الإنسان إيمانيس فقهيا دينيا أن يكون الإنسان إيمانيس صحيا أن يتزوج أن يولي الأطباء أن يسعى الإنسان الرفقة العالية وين كل يدوم أن يحج من بعد أن يحب يمارس الإنسان أركان الحج في الأمور ونتسواش براس الدم خاطر الحج يسعى الأركان يسعى السنن يسعى الأمور المستحبة يسعى كذلك الأمور المحظورة ما يحب الإنسان الحج ينس إذا قامت السرير تستربط بدل تستربط الهدي يقول تشرب الحجين عن طريق الدم إلا الأمور مفروسة كما الوقوف بعرفة الحجين يفطر إذا قامت غلط الحجة لذا الإنسان إذا قام يسين أركان الحج أركان الحج إلا 4 5 ورز الإحرام الإحرام الإنسان بأبيان عادي ما يدعو كي قال يروح عند السمراء وما يروح المدينة ولا مكة غادي يحرم الإنسان ديال الإحرام جدة العيد ديال الإنسان الإحرام جدة الإحرام في جدة أجمع عليه العلماء والفقهاء بأنه جائز ويطوف له ويتحرم الإنسان بالطائرة الإحرام الإنسان جدة والحج ينس يجوز جائز ما يلبس الإنسان لباس الإحرام أن يتجرد الإنسان من المخيط أن يغتسل الإنسان أن يكثر أيها الإخوة الكرام ما يعرف الإنسان عموما أكثر ديال السلام أكثر سن الكفر يوكل كوين القبر إليه إذا الإحرام التجرد من المخيط لذلك أبيار عميمة في جدة أكيد يسمى فيه الإحرام أكيد يسمى فيه سنة غسلا قالوا للحياة إليه يوكل صرفة الدار الآخرة وكيقامس الإحرام الركن والسين بعد الإحرام بالإنسان سحج آمنت على البيت اللهم حج وعمرة نار البيت اللهم حج سنة الإفراد غادي الإنسان سنة القران
حج وعمرة البيت اللهم حج وعمرة أن يصل ركن السين وميقات الطواف. الطواف مسعى ثلاثة، ما يقصد الإنسان الكعبة قبل الطواف والقدوم، بس شمول مكة إلى غدا ولا الطواف قبل الطواف والقدوم. طواف القدوم السنة إذا عاد يشمل العمرة، السنة إذا عاد يشمل القران الحجة في العمرة، الواجب إذا عاد يشمل الإفراد. نعم، هذا هو الإنسان الطواف، يطوف على الكعبة 7 أشواط بشرط للإنسان على وضوء. هذا الطواف أيها الإخوة الكرام على الكعبة استعلم باسم رب العالمين توحيد المولى تبارك وتعالى. السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، الطواف 7 أشواط. به ذكرنا أيها الإخوة الكرام، يذكرنا بسعينا بين الأنبياء يوم القيامة طلبا للشفاعة، من آدم إلى إبراهيم إلى نوح إلى موسى إلى عيسى عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حينما يقول له الله عز وجل يا محمد ارفع رأسك، سل اسأل اشفع تشفع. ما ننسى في الكعبة، ما ننسى السعي بين الصفا والمروة، أريد اسم كثير أسماء النكال يوم القيامة. أنت السادة طلب الشفاعة، أن طلب رب العالمين أن يسر يحسب، أن طلب كان يسر يحسب في يوم مقداره 50,000 سنة. جيونواس يطيش سيدي أنسسد هنا يطيش يسعى على رؤوس الخلائق. السعي بين الصفا والمروة، الطواف، أريد اسم كثير آية مثل. ما ننسى سيدنا آدم استقر يا آدم تجيني أبو البشر، ظل ربنا يحسبني لأصبر على نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم أتسد أمة سيدنا إبراهيم إلى إبراهيم أنت خليل الرحمن. ظل رب العالمين الشفاع أسيدي أصبر على، اذهبوا إلى موسى، اذهبوا إلى نوح أتنسى سيدنا نوح يا نوح أنت أولي العزم من الرسل، سماك الله عز وجل عبدا شكورا، اشفع رب العالمين. سيدنا نوح عليه السلام اصبر على، رحت سيدنا موسى أتسأل سيدنا موسى عليه السلام يا موسى أنت كليم الله، اشفع رب العالمين. سيدي نفسي اصبر على، رحت لعيسى أتسأل عيسى عليه السلام سيدي يا عيسى شي يرفعك رب العالمين مكانا عاليا، اشفع رب العالمين عز وجل. أسيدي اصبر على، رحت لمحمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة، صاحب الحوض المورود. أتسأل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنظر الشفاعة يوثني صب رب العالمين قال يحسب أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين. أستشفع الأمين جبريل أسيني ظل تشفع الشفاعة لكي الشفاعة بكم بينك. إذا الأمور بالطواف والسعي أيسم فيك أيها الإخوة الكرام هذا الموقف. أتنسى الركن الرابع الذي هو الوقوف بعرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، الحج عرفة. إذا قال الإنسان بعرفة من طلوع الشمس إلى غروبها أن يدعو. ما رؤي الشيطان يوم فيه أبيض ولا أحقر ولا أدغر ولا أغير عفوا من يوم عرفة، لما يرى من تنزل الرحمات وتجاوز الله عز وجل على عباده المؤمنين. بس عرفة ولا شسيك الشيطان يتغير ويحقر يمانيس يزعف ويسوى. بس عرفة ما يرى رب العالمين يعفو العباد بني آدم أمين الحجاب أمين الحجراء. إذا هذا الموقف عرفة أذكر الإنسان على صعيد عرفة العرفاء سبحان الله سمديه أرض اسم في راية مازال باللي كان الحساب، باللي كان في كامل صدر رب العالمين، أن في كامل صدر رب العالمين
50,000 سنة والسنة تونيف يتجمع راسني قراينا ديال تسزال على حساب ذنوبنا أن تسزال تراجع رب العالمين طلب الشفاعة يوقنا يحسب رب العالمين تبارك وتعالى. إذا هذا الوقوف بعرفة، هذا الحج الذي هو مؤتمر عالمي سنوي، مؤتمر عالمي لنسل الحجاج كان دنيا كندا إثيوبيا الحبشة شمال إفريقيا إلى غير ذلك شراب وليد رب العالمين فتتطلب الحج 4 ملايين تاع الحجاج هذه مكفر فما فوق. هذه مثل الإنسان الحشر، هذه مثل الإنسان أمثال فلس رب العالمين عز وجل للحساب ثم للعقاب. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. تلك المعاني هذه في لسان الحج. ثم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم من استحضر هذه المعاني أن يكثر الإنسان الدعاء لنفسك، لأهلك، لوطنك، لأمتك. أن يدعو الإنسان يدعو الإنسان يوري نفسي الأهليس المؤمنين إثموث الأمة أن يفطر بالشدة، ما يريد الإنسان ذنا، ما يريد الإنسان ذكي، أن يسعى الإنسان بالخير. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أفاض من المشعر الحرام إلى منى كان يمسك بزمام ناقته فكان يقول أيها الناس السكينة السكينة، فإذا وجد متسعا من المكان أسرع. النبي صلى الله عليه وسلم يستعلمنا الرفق يا الحاج يا غير الحاج، أن يسعى الإنسان الرفق الحلم يسعى الخطأ السهالة ويسير الإنسان فضاء الحياة ناس الدنيا ناس السكينة. ما تعمل في العباد تعمل الصيد والسلف للعباد ما يفيد رب العالمين عز وجل مكان مسؤولية متعدية في العباد، مسعى القوة حصر بين القويس النيجان وتجبيرها ما تعيش الدنيا الحسن عقل القاعة. السكينة السكينة أحصر إيمانك بالصيام ما نستطيع الأذان إلا الله أكبر شيء والصويرة. أن يعيش الإنسان بوقت الإفطار سالما معافى في هذه الحياة، أن يفطر بحجاج بيت الله الحرام تبارك وتعالى. أن الدين هذه الفريضة على التمام والوفاء، أن يا ربي بخير، أن يدي ربي بخير إن شاء الله عز وجل، أن يفتح بهم في جميع المؤمنين أن الدين هذه الفريضة، أن يعفو بفداء أي بعدان، أن يستحر به إن شاء الله عز وجل، أن يثدون بين والإنان بالحاج يسعى الإشكالية ويسبرنا ويسعى ويشدوس لأمور الحج أقلاد اليوم أسد السفهام أين الاستعانة رب العالمين عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله.